مساء الخير يا حبايبي. انا النهارده هعمل لكم صينيه سمك بسيطه جدا، حاجه بقى عشان الحر. هو سمك بولتي او زي ما تحبوا اي نوع تاني، وبطاطس، بس ما نكترش البطاطس، يا دوب كده حواليها. وفوق البطاطس هنحط طرنشات ليمون وطماطم، عندنا ملح وفلفل وشعرة سكر صغير، ما فيهاش اي حاجه. انا هاخد السمك اهو. انا بعد ما بصوا هنكمل اهو كده. هنحط في السمك شعرة ملح صغيرة كده، شعرة فلفل، بس عشان تدينا حادق كده، يعني مش عايزين بقى الدنيا حر، احنا بنحط بأمارة كده. انا حابة كده اصلا، ما بحبش الحاجات. هنحط البطاطس طبعا غسلينها ومقطعينها. انا مش هاخد ممكن كل الكمية، انا ما بحبش البطاطس كتيرة عشان ما يشربش من طعم السمك. مهمة جدا الحكاية دي عشان تديكي لها نفس طعم السمك اهي. بصوا نفس الطريقة كده، عايزين بس هحط طماطم، هنغطي كل ده عشان ما ينشفش. انا اهم حاجة بقى السمكة لما بتشرب طعم الطماطمة دي بتبقى جميلة جدا، مش قادرة اقول لكم على جمالها وهي شاربة من طعم السمك. الحر يا جماعة بقى يعني كسل زيادة، والواحد بيدور على اي حاجة خفيفة ياكلها، مش عايز اكل حاجات تقيلة تسقي مية. بصوا بقى هنحط بقى سكر كده يدينا طعم كده جميل، ندي الملح. اظن مفيش ابسط من كده والله. شعرة فلفل كده وهنحط شوية مية صغيرين. نحط بس شوية، هي مش محتاجة زيت كتير بقى لان السمك يعني ساعات بينزل برضو دهون شوية، بعمارة كده عشان البطاطس. شوية مية كده عشان كله بقى يتشرب من بعضه اهو. طبعا احنا بنسوي السمك مش محتاج تسوية جامدة لان السمكة بتستوي بسرعة. احنا هندخلها هنحطها على 160، هغطيها بورقة فويل وادخلها الفرن، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وانا بشكر يا جماعة كل اللي بيتابعني، ميرسي جدا، متشكرة، ربنا يخليكم ليا، وارجو ان انتوا تتابعوني كمان. هسويها بس في الفرن واوريها لكم. بصوا حبايبي، بصوا شوفوا مش مستحمله، صح؟ مستويه. وطرنشات الليمون دي بقى مش قادره اقول لكم على طعمتها، تجنن. احسن حاجه طرنش الليمون ده. شايفين السمكه؟ بصوا اهي، شايفين؟ شوفوا. ارجو انها تعجبكم، وبالهنا والشفا لما تعملوها، ويا ريت ما تنسونوش في اللايك والشير، وباي باي.